الآن في مصيبة صايرة تصير، إنه في الجامعات أو في الثانوية إذا أنت ما عندك واحد أنت مو طبيعية. أنا مشكلة قاعدة أشوف هذا حتى في الأفلام والمسلسلات، وهذه البرمجة الإعلامية اللي قاعدة تأذي بيوتنا، إن أنت لازم يكون في حياتك ولد. مين اللي وصل إنه أنا مو في حياتي ولد أنا معناه ناقصة؟ ده أنت معناه إنسانة محترمة ومتربية وجوهرة ومصونة وغالية وعزيزة وعندك قيمة لنفسك عالية جدا جدا جدا، وثقتك بنفسك كبيرة جدا، وتشوفين نفسك أكبر منك أنت تروحين عند دا ودا ودا، ده يشبع منك شوية، وده يشبع من صوتك، وده يشبع من كلامك، وده يشبع من أسلوبك، وده يشبع من لمسة يدك، وده يشبع منك، كل واحد يشبع منك. وفي الأخير رب العالمين ما حيحطك في زواجة ناجحة لأنك إنسانة كنت قاعدة تعملين الغلط، ما تضمنين حفظك، تحفظي نفسك، قيمتك كإنسانة، قيمتك كجوهرة، قيمتك كأنثى، إنك أنت ما تحاولي تعطي هذه القيمة لأحد، إن اللي يعطيك القيمة حيجيك لين عندك وحيعرف يقول أنا أبغاك. يا مساء الورد والحب والياسمين على حبيبات قلبي. فيديو اليوم عمر بالطاقة الإيجابية، كله نصائح لكل أم عندك بنت كيفاش تتعاملي معها وكيفاش تبيني لها قيمتها كأنثى تجبديها من الترندات اللي راهم صاريين، من الموضة اللي راهي صارية تاع الغرب اللي رانا نشوفوها بالأخص في الوقت اللي وصلنا ليه في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاو يأثروا بزاف على أولادنا وبالأخص بناتنا. حبيباتي إن شاء الله تكونوا كامل لاباس، يلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. وكذلك أهم شيء تحضيراتي إلا رمضان، حضرت معكم واحد العولة تاع الفلفل، إذا راح نشاركها مع حبيبات قلبي. وأكيد نقول لكم غاليتي طمنوني عليكم، قولوا لي كيفاش راكم، راهم يعجبكم روتيناتي، اذا عندكم اي حاجه حابيني ندير لكم عليها همسه ولا نصائح خليوا لي في التعليقات اكيد، لاني على بالي بلي بزاف امهات يتلقاو صعوبات في التعامل مع بناتهم، بالاخص لما الطفله تبدا 8 سنين 9 سنين 10 سنين، تبدا خلاص بدات كيما نقولوا في المرحله الحرجه اللي هي انها تقريبا نقدروا نقولوا راهي بدات تدخل سن المراهقه، لانه كاينين بنات يجيهم من سن المراهقه على البكري. شوفوا خلينا من الاولاد اليوم، حصتنا ولا الهمسه تاعنا تاع اليوم، لا نصائح تاعي تاع اليوم على البنات، خصوصا على البنات. انا نضل نقرا، نضل نتفقه في هذه المواضيع اللي هكا، كيفاش تعاملي مع الطفله، كيفاش تهضري معها، صاحبيها، خليها تكون صديقتك، تكوني راكي طيبي ما عندكش الوقت تجيبيها قعديها قدامك فوق لا طابل، ولا احكي لي واش صرا، واش هضرتي مع صاحبتك فلانه، كيفاش فهموهم. بالاخص لما يجيو يحكيوا لكم باللي انا وحده نعرفها ماما ولا شفت فلانه يهضر معها الطفل، نفهموهم من الجانب الديني كيفاه لا ما يجوزش، ربي ما قالش هكذاك، انت قيمتك كما سمحتوا في بدايه الفيديو انه صح حقيقه قيمه المراه ماشي نهار اللي تصاحب، نهار اللي دير كما نقولوا علاقات غير شرعيه. نفهموا بناتنا ملي يكونوا صغار، هذه نفسها كيفاش الطفله باش دير حجاب، شفتوا لازم نبداوها لهم من الصغر. اذا فات منها الطفله كما نقولوا خلاص والفت شعرها بلا خمار وخلاص فاتت هذيك السن تاع المتوسطه، طلعت لك للليسي، ارواحي انت وديري لها الخمار. هكذاك التربيه كل حاجه من الصغر، نعلموهم الحشمه ملي يكونوا صغار، ما نلبسوا لهمش القصير، ما تلبسش البنتي غير الليبه والجيب تكون طالعه كاع في السماء فوق الركبه. نطلعوا شفت شي بنات يبعثوهم امهاتهم، ما نقولوش اولياء التلاميذ او امهاتهم، خلينا هذه الام اللي راهي يخليها الزوج تاعها تبعث بنتها بهذيك الطريقه، تبعث بنته للقسم، ولا كان ماهوش يراقبها، ولا كان راقبها وشافها وما قدرش يحكم في مرته، يبقى نقولوا الصح الخلل في الزوج هي الاولى. ثانيا في الام اذا بعتي بنتك بلباس غير محتشم للمدرسه، واش راكي حابه من بنتك تخرج؟ كيفاش تحوسي ما ديرلكش علاقات، كيفاش تحوسي الاولاد كي يكونوا حتى في سن مبكره كيما نقولوا ما يخلطوش فيها وما يزعقوش عليها، كيما نقولوا بالعاميه تاعنا، باش ما نغلطوش على بعضنا. خياتي اعرفوا باللي بناتكم نتيجه تربيتكم تطلعي تهبطي مهما كانوا فيها اخلاق، انت اللي حتغرسي فيها الخوف من الاب تاعها، انت اللي حتخافيها تخليها تخاف من عادات تديرهم برا ما تحشمش، انت اللي حتزرعي فيها هذوك الخصال الجيده مهما كانت طباع بنتك سيئة. صدقيني بالكلام والطيبة والرزانة، ونتحدث مع بنتي اليوم ما سمعت ليش، غدوة اللي عليها شوية اللي عليها شوية، هكذا بشوي بشوي نزرع في بنتي الأخلاق.
مهما كان كبرت ومهما كانت راهي بدات زعما دير غير رايها. شوفوا عندي بزاف مواضيع من هذا النوع تمس قلوب بزاف امهات، لانه حقيقه نشوفوا كي يعيط الطفل يمثل الصوره تاع الاب هكاك. ومؤخرا ولا الاولياء كامل يلوموا حتى على الام في تربيه الطفل. اما تربيه الطفله في هذه حاجه باينه وحاجه اكيده، انه الطفله راح تدي دائما كما نقولوا حتكون مرآة لامها. على من انا ما نربيش بنتي احسن تربيه ونزرع فيها الخصال الجميله ونزرع فيها الطيبه ونزرع فيها دائما ثقتها في نفسها، دائما نعزز لها هذيك الكونفيونس اللي يكون في ذاتها، دائما نخليها واثقه من خطواتها، واثقه من قراراتها، تجي تشاورني دائما نخليها هي دائما انا نفهمها في الموقف اللي يكون هي حتاخذ فيه قرار، ونخليها مع التالي هي تخرج بهذيك النتيجه كونكوا باللي هي اللي خذت هذاك القرار وانا نوافقها عليه. وانا في الحقيقه هو يكون رايي السديد من اول لحظه جات تشاركني فيها الموضوع هذاك ولا واش راهي حابه دير. المهم حبيباتي، ما كاينش كيما الوحده كي تجبد بنتها تهضر معاها تتحدث معاها. كوني صديقه بنتك، ما تكونيش دائما هذيك الام اللي تذبح فيها والام هذيك اللي تضربها. حقيقه نشوفوا حتى انا راني ام ونزقي على بناتي دائما كيما نقولوا نكون صارمه معاهم، بصح في الأحيان عندي جانب معاهم أني نكون معاهم صاحبتهم. نحب نصاحب بناتي باش يحكيوا لي على كيما نقولوا دواخلهم، الحاجة اللي تصرى معاهم في القسم، الحاجة اللي تصرى معاهم برا في الشارع، أي حاجة تصرى معاهم يجوا يحكيوا لي وهما واثقين مني أني مش حنوبخها ولا دائما راح ننصحها. أنا كيما نقولوا تكوني دائما عندك واحد العين تشوفي بيها وتجبدي بنتك باش تحكي لك، كيما نقولوا تجبدي لها لسانها تحكي لك، وميمتو راكي تنصحي فيها بطريقه غير مباشره انه لا هذيك الحاجه ما نديروهاش هكذا، نديروها بهذه الطريقه. لا اذا دائما زرع الخصال ولا انه نوصل المفهوم للبنت تاعي، نراعيها على حسب السن تاعها، نراعيها على حسب لاج تاعها. هذه ان شاء الله ربي يصلح لنا كامل بناتنا، ودائما نفهموهم انهم لما يلحقوا ولا راهم ديجا راهم من لاج مبكر راهم يديروا علاقات البنات والولاد. دائما نفهموهم على انه كي تكوني ما عندكش علاقات بالعكس انت انبل وانت ارقى وانت اطهر، لانه راكي تتصرفي تصرفات نبيله وربي يحبك نهار اللي تكوني انت ما تتصرفيش بتصرفات غبيه. نفهمها بلي هذاك التصرف ما رايح يخرجك لا في الدنيا ولا يخرجك في الاخره، واكيد انت افضل من هذوك البنات اللي راهم يديروا هكذاك. خياتي ان شاء الله يكون نالت اعجابكم الهمسه تاع اليوم، وخليوا لي لكم حابين تسمعوني في همسات قادمه ولا في مواضيع راهي كيما نقولوا حابيني نحكي لكم عليها. هذه يا حبيباتي ان شاء الله تكونوا كامل استفدتوا. ومعليش نطلب منكم باسكو انا ما نحشمش كي نطلب لانه حقي لكم حبيباتي. الا مازلتوا ما درتوليش الجاب فضلا وليس امرا ديروا لي هذاك الجنب باش توصل الهمسه تاعي لعدد كبير من النساء هكذا، وتكبر قناتي. علاه لا راني حابه نفيد بزاف امهات، نفيد بزاف ربات البيوت. شوفوا لا في التنظيم لا في الافكار لا في القوائم اللي ديروهم هكا اللي يساعدوكم، افكار يساعدوكم، تنظيفات، تربيه البنات، كيفاش تكوني ايجابيه، كيف يكون دائما عندك طاقه ايجابيه، كيفاش تكوني انثى، كيفاش تكون عندك دائما تستمتعي بحياتك مهما كان عندك ضغوطات في حياتك تستمتعي بها. هذه يا حبيبتي شوفوا في اول الفيديو كان فاتتني. شوفوا دوك راني ندير لاصوص بيشاميل. دائما وريت لكم واحد العفسه في لاصوص بيشاميل باش تعرفيها انه كي تكوني تقلي في الزبده مع الزيت قليها تخي بيان حتى تشوفي الزبده هذيك تاعك بيضت لك مليح. كي تشوفي هذيك الرغوه البيضاء خلاص تما بلي طابت هذيك الفارينه ما نتاع ماش حتى تطلق لنا الريحه تاعها. والحليب تكوني تسخني فيه دوت كوتي وتبداي تزيدي عينك يا ميزانك ديريها خفيفه ديريها ثقيله وانت وين حديريها. انا دائما الرز المفضل عند وليداتي يحبوه اللي يجي في الكوشه، دائما ندير لهم هكا باش لا يختع الدجاج ولا وندير لهم لاصوص بيشاميل ويطيب متشخ وتزيدي له الفرامج. حبيتي ديريه بالطون ديريه بالطون انت كيما نقول لك الجود بالموجود. المهم تفرحي وليداتك، المهم دير لهم البلا اللي يحبوه. وكنت شويت الفلفل، انا نموت على ذاك الفلفل، كنت شويت الفلفل شويته وحطيته دوت كوتي. اللي درتو هريسه كنت وريته لكم، واللي درت ثاني مع بصل درت مع البصل والفلفل
كيما التكتوكه زدتو هنايا مع الرز، سينو تقدروا تخبيوه في دوزام بواط تاع كونجيلاسيون ولا حتى في الفريجيدير عادي، وتستعملوه تجبدوه ديروه مع لي كغاتان، تجبدوه ديروهم في لي بيتزا. وانتوما درتو التحضيرات المسبقه. انا شوفوا نأيد بالبزاف التحضيرات المسبقه، سواء كنتي خدامه ولا قاعده في الدار تعاملي، حتى انت كامراه راكي قاعده في الدار تعاملي بهذا المنظور على انك عامله. راح يقعد لك وقت لنفسك، انك تعتني بنفسك، انك تخصي وقت لاولادك، لتربيه اولادك. لما تتعاملي على اساس انك عامله، حديري تحضيرات مسبقه، حديري فطور وحشه، فطور بجيه والعشاء بجيه، حتنظفي كوزينتك وتغسلي معاناتك وتخلي كل حاجه نقيقيه وكل حاجه في مضربها. شفتوا المراه العامله كيف تخدم كيما النحله، تفارس عليه خاطر عندها مهام اخرى، انها راهي خارجه تخدم. انت هذاك الوقت اللي المراه اللي تخرج تخدم فيه، على الاقل ديريه مثلا عشيه، ديريها كانك راكي عامله. راح يقعد لك الوقت لنفسك. قلت لكم خياتي لما تكوني انت قاضيه شغلك وعندك وقت كفايه، راح تكوني هادئه، راح تكوني في نفسيتك عال العال كما يقولوا. يجوا ولادك يهضروا معاك ماكش حتكوني مقلقه معاهم، بالعكس لما يكون الشغل متراكم عليك، يجوا وليدك ولا بنتك يجي يهضر معاك حتجاوبيه بقلق، غير فارس تخرج عليا، خلوني راني روطر على الشغل، راني روطر على الماكله، دوك يجي باباكم يسيب الماكله ما كاش وباش نحط لكم نتوما تاكلوا. ايبا لما تكوني نتيا دايره قائمه للماكولات، دايره تحضيرات مسبقه، راح تدخلي للكوزينه تاعك وتلقايها نقيه، راح يعطيك لونفي، ولا البيت تاعك كومبلي كيكون نقي ومنظم ومرتب، وتكوني خدمتي شغلك بذكاء. انا هذه اللي دائما نسعى ليها في فيديوهاتي القادمه ان شاء الله، راح دائما نحفزكم على هذا الشيء. راح تكوني دائما مرتاحه، دائما تهضري وانت ثقتك بنفسك عاليه، لانه راكي تعرفي واش كتخرجي من فمك. الانسان الهادئ دائما يعرف روحه واش يخرج من فمه، بعكس هذيك المراه المضغوطه، هذيك المراه اللي عندها كيما نقولوا لا بريسيون تجي هكذا من المراه اللي ما تعرفش تنظم وقتها، اللي ما تعرفش دير قائمه وتمشي عليها، اللي ما تعرفش كيما نقولوا تخدم شغلها بذكاء بالحيله، خدميه بحيله. هذه يا حبيباتي دائما راح تكون معايا كما قلت لكم طاقه ايجابيه، وحتتهلاي في انوثتك وتهلاي في وليداتك، وان شاء الله ربي يصلح لنا كامل وليداتنا بناتنا، وربي يحمينا كامل اولادنا. حبيبات قلبي هذه هي الحقنا الاخير الفيديو، واللي شهيتها في الفلفل نقول لك يا اختي مازال ما راحش الحال، روحي اشري وربي يسهل لك اموراتك، وديري العوده تاعك تلقيها في رمضان وما تلقيها حتى الايامات العاديه. هذه ديري تكتوكه وحطيها بجهه راكي تلقيها. حبيبات قلبي نقول لكم ان شاء الله ما تكونوش نسيتوا لي الجام حبيبات قلبي، وخليوا لي تعليقات شابين كيفكم حبيباتي. ونقول لكم الا كنتي جديده معايا حبيبتي مرحبا بك، نوريني في القناه، اتهلاو لي بزاف في رواحكم حبيبات قلبي. الى فيديو لاحق وهمسه جديده ان شاء الله راح تعجبكم اكيد بحول الله. الى اللقاء حبيباتي.